هلو هلو، انا بوسي طه. دي قناتي. لو اول مره تشوفوها ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنتات كتير وشير للقناه عشان خاطر يوصل لكم كل وصفاتي. هنعمل مع بعض النهارده كشري مصري بطريقه سهله وبسيطه جدا، هيطلع معاكم زي المحلات واحلى كمان. هنعمل الكشري المصري من البدايه بكل خطواته، من بدايه الدقه والحمص والشطه والبصل المقرمش الخطير، وهقول لكم سر حلو قوي بحيث ان البصل ما يطرش معاكم خالص. وكمان هنعمل الصلصة بتاعة الكشري. هنعمل كل ده بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. ويلا بينا نبدأ مع بعض الطريقة. معايا كمية بقى حلوة كده من البصل، والبصل هنا مكون مهم جدا لأن الزيت بتاع البصل هو ده اللي احنا هنستخدمه في بقية الطريقة كلها بتاع الكشري. ودي أول خطوة بتتعمل معايا في الكشري علشان خاطر نعرف نكمل باقي الخطوات، لأن تيست البصل في الزيت هو ده السر اللي المحلات بيعملوه وبيطلع الكشري معاهم بيكون طعمه خطير. بقطع بقى البصل بتاعي جوليان بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده. البصل بيكون رفيع عشان خاطر يستوي معانا بكل سهولة ويكون مقرمش. البصل ما بيكونش تخين خالص، وكذا حد سألني يعني ايه بصل جوليان. البصل الجوليان زي ما احنا بنقطعه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي كده، هو ده البصل الجوليان. بقطع بقى كل الكمية اللي معايا، ودي بتكون كمية البصل اللي معايا. انتوا على حسب الكمية اللي انتوا محتاجينها اعملوا كمية البصل براحتكم خالص. هنا بقى انا بضيف لكل بصلاية معلقة كبيرة من النشا ومعلقة كبيرة من الدقيق، يعني كل بصلاية بتاخد معايا معلقة نشا ومعلقة دقيق، وبقلبهم بقى كويس جدا بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي بحيث ان الكمية اللي معايا كلها تتغلف من الدقيق ومن النشا، وده بيكون سر قرمشة البصل بتاعي. فحبة حلوين بقى كده من الزيت، ويكون زيت غزير، والنار لازم تكون عالية جدا. بنزل بالبصل بتاعي بقى كده وما بنزلش بكمية كبيرة، لازم تكون الطاسة معايا كده فيها فراغات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان البصل يستوي معايا كويس جدا ويقرمش بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بحط البصل بتاعي على مراحل، ما بحطش الكمية كلها مرة واحدة. اول ما الطبقة بتاعتي بقى كده احس ان هي نشفت معايا كده من تحت، والدقيق والنشا يكونوا اتغلفوا كده ومسكوا فيها، ببدأ ان انا اقلبها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما يوصل معايا بقى بالطريقة دي. هو ده اللون المظبوط للبصل، وعايزه اقول لكم ان انتوا تطلعوه يكون لونه فاتح سنه، واول ما بيطلع وينشف كده شويه اللون بتاعه بيغمق حاجه بسيطه. فانتوا بتطلعوه ما بيكونش غامق قوي، لان هو اما بيطلع بيغمق معاكم كده حاجه بسيطه، فطلعوا اللون يكون فاتح درجه. بطلعه على مناديل بقى كده وبرش عليه كده رشه خفيفه من الملح، ورشه خفيفه خالص من الكمون، ورشه خفيفه من الفلفل الاسود، وبقلبهم بقى كده كويس مع بعض. شايفين بقى البصل مقرمش معايا ازاي؟ وكده أول خطوة وأهم خطوة تكون خلصت معانا. تاني خطوة بقى بيكون معايا عيش شامي كده، ممكن تجيبوه جاهز من السوبر ماركت أو ممكن تجيبوه من الفرن، وبقطعه بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده شرايح كده طويلة، وبقطعه بالمقص عشان يكون الشكل بتاعه كده متناسق بالطريقة دي. وبعد كده بقطعه مكعبات برضو كده صغيرة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وده بيكون حجم المكعبات بتاعتي بيكون شكلها متناسق جدا. في نفس الزيت اللي احنا قلينا فيه بقى البصل بنزل برضو كده بالعيش بتاعي، وعايزه اقول لكم ان هو ما بياخدش منكم وقت خالص، ما بيكملش 30 ثانيه على النار، بياخد لون معاكم بكل سهوله. لازم تقلبوا فيه كده بقى بسرعه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي علشان خاطر يطلع كله معاكم لون موحد. ولو لقيتوا ان في حاجة استوت بسرعة واخدت لون طلعوها على طول علشان خاطر ما تتحرقش منكم. وبرده نفس الخطوة بتاعت البصل تطلعوه برده يكون اللون بتاعه افتح درجة من اللي انتوا بتحبوه عشان بيغمق معاكم برده سنة بسيطة. ما تطلعوش اللون بتاعه غامق عشان خاطر ما يتحرقش منكم. وبطلعه على مناديل وبضيف عليه رشة خفيفة من الملح ورشة خفيفة من الكمون ورشة خفيفة من الفلفل الأسود، وبقلبه بقى كويس جدا مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. سامعين بقى صوت القرمشة بتاعة العيش؟ عايزة اقول لكم بجد وانتوا واقفين بتكملوا باقي الخطوات هتخلصوا العيش ده كله وانتوا لسه واقفين. هنبدأ بقى في الحمص. انا معايا الحمص بكون غسلاه كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدها بكون غالية مية سخنة كويس جدا، لازم تكون مغلية كويس جدا. بضيفها على الحمص وبضيف عليه ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبسيبه بالظبط ساعة كده مع نفسه، وبصفيه كويس جدا. لازم اغسله كويس جدا من المية والبيكنج باودر، وبيطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وتاني حاجة العدس بكون برضو غسلاه كويس جدا وبنزل عليه برضو بمية سخنة مغلية وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبسيبه لمدة ساعة. معايا الحمص بتاعي بقى في مية كده على النار مش سخنة خالص، مية باردة عادي جدا. بنزل بالحمص وبنزل عليه بمعلقة صغيرة من الثوم،
ملح وكمون وفلفل اسود وشطة وجنزبيل وكزبرة، بضيفهم كده كلهم بقى على الحمص وبقلبهم كويس جدا كده مع بعض، وبنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الصلصة، والصلصة دي بتكون التسبيكة بتاعة الكشري. بغطيهم بقى كويس جدا كده مع بعض وبسيبهم يغلوا بقى كده مع بعض على نار متوسطة. ده بيكون شكله كده بعد ربع ساعة من الغليان. بغطيه تاني وبسيبه يكمل سوا، ما بياخدش معاكم وقت خالص، بيستوي معاكم في نص ساعة بالظبط. وده بيكون شكل الحمص معانا بعد ما استوى. هنا كان استوى كويس جدا معايا زي ما قلت لكم، بالطريقة دي ما بياخدش منكم وقت خالص، وكده الحمص بتاعنا يكون جاهز. لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسوش تقولولي بتتابعوني منين وتحطوا اللايك والكومنتات. هنا بقى هنعمل الصلصة بتاعة الكشري. نزلت كده بشوية حلوين من الزيت، وهنا بستخدم الزيت اللي انا قليت بيه البصل، وبنزل عليهم ببصلاية صغيرة خالص مقطعاها كده مكعبات صغيرة، ومعلقة من الثوم، والثوم بيكون مهروس. وبنزل عليهم بنص معلقة صغيرة من الكمون ونص معلقة صغيرة من الكزبرة، يتشوحوا كده مع بعض كويس واشم ريحة التوابل. وبنزل عليهم على طول بمعلقة كبيرة من الخل، يتسبكوا كده مع بعض واشم الريحة بتاعتهم كده. وبنزل عليهم بمكعب من مرقة الدجاج، والخطوة دي اختياري. بكون بقى ضربة الطماطم في الخلاط وبضرب معاها واحدة كده من البنجر علشان خاطر توحد معايا اللون بتاع الطماطم. وبصفي الطماطم كويس جدا من اي قشر فيها، بصفيها في المصفى. وبنزل عليها بمعلقة كبيرة من السكر عشان خاطر الصلصة، وكمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. وبقلبهم بقى كويس جدا وبسيبهم على نار هادية لمدة ربع ساعة وتتسبك معايا كده كويس جدا. هنا كانت خلاص بدأت ان هي تتسبك معايا بعد 10 دقايق ان هي تغلي. وهنا خلاص بعد نص ساعة بالظبط كانت الصلصة معايا جاهزة، وده القوام المظبوط للصلصة. الصلصة ما بتكونش تقيلة قوي ولا خفيفة قوي، هو ده القوام المظبوط للصلصة، وبكده الصلصة تكون جاهزة معانا. في حلة سخنة على النار بضيف برضو شوية حلوين من الزيت اللي احنا قلينا بيه البصل للشعرية، وبنزل بقى بالشعرية بتاعتي وبحمرها بقى كويس جدا كده على النار. ما ببطلش تقليب فيها خالص علشان خاطر كلها تاخد لون ويكون متواحد، ما يكونش لون ولون. هو ده اللون المظبوط اللي احنا عايزينه للشعرية، بيكون اللون الذهبي اللي هو مش فاتح قوي ولا غامق قوي. بكون غسلة الرز بقى قبلها بساعة، بكون مصفياه كويس جدا من المية علشان خاطر ما يعجنش معايا الشعرية والرز ما يطلعش معايا معجن. لازم يكون مغسول ومنقوع كويس جدا، وبعد كده بصفيه في الصفاية لمدة ساعة يكون نزل كل كمية المية اللي فيه، وبشوحه على البوتاجاز لمدة لا تقل عن 5 دقايق. ده بيكون العدس بتاعي بقى بعد ما نقعناه ساعة وغسلناه تاني وصفناه كويس جدا. بحطه بقى على الرز وبشوح بقى الرز مع الشعرية مع العدس كويس جدا لمدة لا تقل عن 7 دقايق. انا عايزاهم كده يتشوحوا كويس جدا مع بعض، والخطوة دي مهمة جدا بتفرق معاكم جدا في التسوية وكمان التست. هنا بقى انا جبت شوية حلوين كده من البصل، ببدأ ان انا افركهم كده حتت صغيرة خالص، وبعد كده بشوحهم بقى تاني كويس جدا مع بعض لمدة دقيقتين. الحركة دي بتفرق معاكم قوي. هنا بقى بضيف معلقة كبيرة من الكمون ومعلقة كبيرة من الكزبرة، وبظبط الملح بتاعي. بضيف معلقة كبيرة من الملح ونص معلقة صغيرة خالص من الفلفل الأسود. أساس الكشري بيكون الكمون والكزبرة. هنا بقى المية بتاعتكم لازم تكون مغلية. بضيف مية مغلية على الرز، والمية بتكون فوق الرز يدوب بس بنص عقلة كده من الصباع، وبسيبه من البداية على نار هادية خالص وبغطيه وبقفل الحلة كويس جدا. ده شكله بعد 10 دقايق. هنا كانت خلاص المية اتشربت تماما. بقلبه تقلبتين كده وبسيبه على نار هادية لمدة نص ساعة. بيطلع معاكم بقى بالشكل الخطير اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الرز طالع مفلفل قوي ازاي، وبجد ما فيهوش ولا حباية واحدة معجنة، وطالع مستوي معانا كويس جدا. مفيش حباية واحدة بجد لازقة في التانية. شايفين الفلفلة الخطيرة؟ ويلا بينا نبدأ في المكرونة. المية بتكون مغلية كويس جدا. بضيف فيها معلقة كبيرة من الملح. أنا بضيف نوعين من المكرونة، مكرونة صغيرة كده وده بيكون الشكل بتاعها، وكمان بضيف مكرونة سباكيتي وبتكون رفيعة. بقلبهم بقى مع بعض كويس جدا وبسيبهم على النار لمدة 7 دقايق. بتطلع بصفيها كويس جدا، وبضيف 4 معالق كبار أو 5 معالق كبار من الزيت اللي احنا مشوحين بيه البصل، وبنزل بالمكرونة بتاعتي كده برضو وبشوحها بقى كويس جدا كده على النار. بتكون على نار متوسطة علشان خاطر ما تلزقش منكم في الحلة. وبضيف الملح بتاعي بقى وبظبط الملح واشوحها كده على النار لمدة 5 دقايق بالظبط، وتكون المكرونة جاهزة. لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسوش تحطوا اللايك بقى والكومنتات والشير كتير عشان اعرف ان فيديوهاتي بتعجبكم.
يلا بينا نعمل الدقة. بضيف معلقة كبيرة من التوم مهروسة، بتكون عبارة عن 5 فصوص كبار من التوم، وبنزل عليهم بواحد فلفل سبايسي بقطعه وبدقهم بقى كويس جدا كده مع بعض. لازم يتدقوا كويس جدا مع بعض ويكونوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بيكون معايا بقى شوية حلوين كده من المية المغلية. بنزل بالتوم بتاعي وبضيف معلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الكزبرة ومعلقة كبيرة من الكمون، وبنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الخل و5 ليمونات متوسطين. لو الليمون عندكم كبير ضيفوا 3 ليمونات، وبضيف معلقة كبيرة من الصلصة اللي احنا عملناها، وبكده تكون الدقة جاهزة معانا. هنعمل الشطة الخطيرة بقى بتاع المحلات. ضفت شوية برضو من الزيت ونزلت عليهم بمعلقة كبيرة من الشطة، بسيبهم يتشوحوا كده بقى مع بعض كويس جدا على النار لحد ما اشم ريحة الشطة، وبنزل عليهم بشوية حلوين كده من الصلصة واسيبهم يتسبكوا كده على النار لمدة 5 دقايق لحد ما توصل معاكم بالشكل ده. وبكده اكون جهزت معاكم الشطة وكمان جهزنا مع بعض الدقة. بقدمهم بقى بالطريقة دي، طريقة التقديم زي ما انتوا حابين. انا قدمتهم بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وهنا بقى كنت بغرف الرز وبسيبه بقى يبرد كده شويه عشان خاطر يكون مفلفل معايا، وبعد كده بوزع بقى المكرونه بتاعتي، وكميه الرز بتكون اكتر شويه من المكرونه، وزي ما انتوا حابين اعملوا. وبضيف بقى الصلصه بتاعتي كده على الوش بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وكمان بضيف الحمص برضو من على الوش بالطريقه دي كده. زي ما قلت لكم طريقه التقديم دي بتاعتكم انتوا، قدموا بالشكل اللي انتوا بتحبوه. بضيف شوية حلوين بقى كده من البصل على الوش، أو زي ما بيسموه في المحلات بضيف الورد. وده بيكون الشكل النهائي بتاعي للكشري. قولولي بقى رأيكم في الكومنتات، وقولولي بتحبوا الكشري المصري ولا لأ، وقولولي بتعملوه وبتعملوا معاه كل الأساسيات بتاعته ولا لأ. لو انتوا أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملولي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل وصفاتي. وما تنسوش تقولولي بتتابعوني منين، وما تنسوش دايما ان مع بوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها.